ايه اللي حصل لمستر بيست بعد ما دخل الهرم، وايه موضوع لعنة الفراعنه اللي اتكلموا عليها وهم واقفين جوه وخافوا انها تحصل لهم، وازاي دخلوا مقبره اوزوريس وبعد ما دخلوا واحد منهم اتعلق جوه، وايه كميه الميه اللي لقوها جوه المقبره دي ونزلوا تحتها عشان يبقى اول ناس يشوفوا اللي هم شافوه ده، وايه حكايه الحجره اللي موجوده تحت ابو الهول اللي دخلها مستر بيست نفسه، وليه المرشد السياحي اللي معاهم نبه عليهم كويس قوي وقال لهم اوعوا تلمسوا اي جدار من الجدران اللي موجوده حواليكم، وايه حكايه الجماجم اللي هم لقوها قدامهم. في الفيديو ده هنكتشف حاجات كتيره قوي حصلت لمستر بيست جوه الهرم بعد ما دخل جواه هو والفريق بتاعه. بس لو لسه ما عملتش فولو لحد دلوقتي اعمل فولو بسرعه او سبسكرايب، واوعى تنسى طبعا اللايكات عشان هتشوف حاجات كتير قوي الفتره اللي جايه. من ايام قليله سمعنا انه مستر بيست هيدخل الهرم وهيأجره، والناس كلها طلعت وقالت ازاي يأجر الهرم، بس الحقيقه اللي ما كناش شايفينها هو هيعمل ايه جوه الهرم، وده كان الجزء الاهم في الموضوع ده. وساعتها اتكلمنا ان مستر بيست هو اكبر انفلونسر على مستوى العالم كله، يعني اكتر واحد بيعمل فيديوهات الناس في العالم كله بتشوفها. وفعلا مستر بيست جه مصر وبدأ يشتغل في الفيديو هو والفريق بتاعه، وده طبعا كان بمساعده الحكومه المصريه، وده كان اهم جزء في الموضوع. بس ايه اللي حصل في ال100 ساعه اللي دخلهم مستر بيست جوه الهرم؟ يعني حوالي 4 ايام مقضيهم تماما جوه الهرم، بيعمل كل حاجه ممكنه وبيستغل كل وقت ليه جوه الهرم عشان يعمل احسن فيديو هنعرف تفاصيله في الفيديو ده. بدأت رحله مستر بيست هو والفريق بتاعه بانه دخل جوه منطقه الاهرامات بعد ما خد الاذن من المسؤولين عن المنطقه، وطبعا كان معاه مرشدين سياحيين مصريين بيشرحوا له كل حاجه وكل سؤال